أهلا بيكم. النهاردة بقى هنتكلم على مسرحية أنت حر. مسرحية أنت حر تعتبر واحدة من روائع المسرح المصري اللي جسدت إبداع الثنائية الشهيرة ما بين الكاتب لينين الرملي والفنان محمد صبحي. أنت حر هي المسرحية اللي بتقدم لنا جرعة مركزة من الأفكار الفلسفية والقضايا الوجودية حول مفهوم الحرية، وهي بصراحة المسرحية بتقدمها بشكل بيخليها عمل فني عابر للزمن. وهحاول بقى معاكم إن احنا نفصص الأفكار دي كده كلها قدر الإمكان، ويلا بينا استعنا على الشقة بالله. طبعا مسؤولين، واي كلام ما يعجبنيش ما يمشيش، غصب عنكم غيره، وان اقتضى الامر احذفه. قرار تهدموا كياننا وتسمموا افكارنا وتفسدوا وزاره الجماهير. حضرات النصارى، باسم القيم، باسم الحضاره، اشجبوا هذه الرايه. باسم التقدميه، باسم الرجعيه، باسم الاخلاق الحميده، باسم الفضيله، باسم الثقافه الرفيعه، باسم الفنون الجميله وغير الجميله، باسم الشرقيه، باسم الوطنيه والشعبيه والديمقراطيه، باسم الكلاسيكيه التكعيبيه التجريبيه وشك فرحت وافرحيه، باسم الحريه. انا لازم حتما اصدر امرا من اللحظه دي يلغى العرض نهائي. من حق جميع الناس يشوفوا ويسمعوا ويقولوا ويحكموا، وده اللي عندنا أحرار في فننا، احرار كلنا باننا بحقنا، زي الطيور نتنفس الحياة ونحلى بالفضاء. انا حر، هو حر انت حر. تشكيل فطرة الطفل السليمة بتبتدي دايما من البيت، وده بقى لما بنحاول إن احنا نفرض عليه توجهاتنا وقناعاتنا. وهنا لينين الرملي استخدم جزئية الأهلي والزمالك بحرفية شديدة جدا لما جاب لك الأب الأهلاوي الرافض تماما لموقف ابنه من تشجيع الزمالك. وده بيطرح سؤال في منتهى الخطورة: هو احنا فعلا بنحب ولادنا ولا مجرد بنحب نفسنا جوه ولادنا؟ ابوك اهلاوي وامك اهلاويه، انت مش اهلاويه؟ طبعا يا اخويا، هو الواحد غير اهله. طبعا، والخال الحته كلها بتشجع الاهلي. هتطلع زملكاوي مين؟ انا زملكاوي. بس ما تبقاش حمار. انا زملكاوي. الزمالك ده يا ابني نادي الاقليه. ابني اللي من صلبي لعصام، ابنك يا هانم زملكاوي. يا لهوي. كلنا بنتولد بالفطرة البريئة، ولكن المشكلة إننا بنكبر. ده بقى لمسناه من أول محاولات الأب والأم إن هم يتهربوا من أسئلة الطفل البريئة اللي بتتوجه لهم، والأسئلة ديت على قد براءتها إلا إنها كانت أسئلة وجودية وعميقة في نفس الوقت. انا جاي منين يا بابا؟ وانت اللي خليتني شبهك؟ وليه سبتوني يا عم؟ وربنا خلقنا ليه؟ عشان نعيش ونتمتع بالدنيا الحلوه ونعمل كل الحاجات اللي نفسنا فيها. بطلوا قرا بقى. كمان بحب انا ومش عايز اروح المدرسه. لازم تحب المدرسه غصب عنك والا تموت وتروح النار. واحنا بنموت ليه؟ كده وبطل اسئله. بس انا مش عايزه اموت. هو مزاجك؟ انت جواز الراجل زيك. طب وبناكل ليه؟ عشان نعيش طبعا يا حبيبي. ونعيش ليه ما دام هنموت؟ مكتوب علينا يا دناي. مكتوب ايه؟ كأن المعرفة والصراحة بقت من المحرمات في مجتمعنا. بعد كده احنا بنشوف الأب وهو بيحاول يطبق الابن بصفات النفاق والتملق لمن هم أكبر منه في السلطة. كل ده ليه؟ عشان تحقق بعض المكاسب الدنيوية المادية الرخيصة. نظام التعليم ودوره في مسخ شخصية الطفل، وده بيبتدي من أول المدرسة لحد بداية مرحلة الشباب في الجامعة. وفي اعتقادي إن لينين الرملي كان في منتهى الذكاء لما وضع العبارة الكليشيه الشهيرة: من علمني حرفا صرت له عبدا على السبورة. لأن المعلم في النهاية هو دوره يوصل رسالة التعليم فقط، مش دوره إن هو يحاول إن هو يشكل الطلاب في قوالب فكرية اللي بيفرضها المجتمع عليه. وده طبعا في النهاية بيؤدي لعملية التدجين اللي بتشتهر بيها المجتمعات الشرقية بتاعتنا بشكل أكبر من غيرها. وفي رأيي كان مشهد المدرسة خير تعبير عن عوار نظام التعليم المصري اللي بيعتمد بشكل كبير على التلقين والحفظ وقتل أي ملامح للإبداع عند الطفل في مرحلة مبكرة. وده هنا بيتم من خلال عقم المناهج وسلطة المعلم اللي احنا بنشوفها أشبه بمأمور سجن. ودي للأسف مأساة مستمرة من جيل للتاني، لأن المدرسة نوت بتكون بمثابة سجن مصغر انت بتطلع منه على سجن أكبر في المجتمع. وبعد ما بتصطدم بعصا المعلم وانت صغير
بتلاقي قدامك عصا النظام في الكبر وانت كبير. شفنا كمان مرحلة محاولة ملء الفراغ الفكري في وقت الجامعة، وده بقى من خلال استقطاب التيارات الفكرية والأيديولوجيات المختلفة للشباب. الاشتراكية أين حقوق الفقراء؟ الموت للأغنياء. أحي كيلو اللحمة بنص جنيه. بيقفزوا في الضحى اليسار، ياخدوا اليسار وعاش اليمين. الموت للفقراء. بيقفزوا في الضحى اليمين. لا إله إلا الله. الموت للفنانين والفنانات والراقصين والراقصات والمتفرجين. القول بناء مسجد شبرا. بيقفزوا في الضحى الإخوان. بالرغم من الحقيقة بمنتهى البساطة أنت من حقك إنك تكون لا منتمي لأي شيء في النهاية، وده اللي كان بيجسده الفنان أحمد آدم، ولكن حتى دوت ما سلمش من الأذى لما قالوا له يبقى لازم تنضم للاتحاد القومي، وكأن الفكر الحر غير مرحب بيه على الإطلاق هنا هو. انضموا إلى الاتحاد القومي. مسرحية أنت حر ناقشت مفهوم الزواج، وهل الحب وحده بيكفي للربط ما بين الشريكين، ولا الأمر عندنا ليس إلا مجرد صفقة تجارية، مجرد اللي هو ورقة الزواج الشرعية بتغلفها عند كتير من الأهالي؟ وهنا بقى بتكتشف الحقيقة الساخرة إن الحيوان أكتر حرية منك أنت يا إنسان في الخطوة ديت، لأن ببساطة الحيوان ما عندوش كل التعقيدات اللي إحنا عندنا. بنشوف بقى إن هو بناء علاقة الحب الأول ما بين محمد صبحي وشريهان كانت قمة في الروعة والإبداع. الإبداع دوت بدأ من أول اختيار الألوان المتناسقة فيما بينهم. هتلاقي البطل اللي هو محمد صبحي دايما لابس أحمر في أبيض، والبطلة أبيض في أحمر، بالإضافة للاستعراض الخفيف اللي هم عملوه على خشبة المسرح، والاتنين بصراحة كانوا متألقين فيه، وكأنك بتتفرج على لوحة بديعة بتؤكد لك حقيقة واحدة، وهي إن علاقة الرجل والمرأة علاقة تكاملية في المقام الأول. للبعاد ولا طول السنين ولا البحار ولا الأحزان ولا أي حدود وضعها البشر تفصلنا عن بعضينا، ولا الجوع ولا العطش ولا الدموع ولا المطر، وكل الجراح تحتمل ما دمت جنبي. هنعيش بالأمل طايرين 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 لحد ما نلاقي الأمل. هنعيش بالأمل طايرين 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 لحد ما نلاقي الأمل. ولا يهمك، خليكي زي ما انتي وانا هجري. انهيار الحب الأول في حياة بطل المسرحية عبده السخن اللي هو محمد صبحي جه في مشهد ملحمي. شفنا خلاله حالة الانكسار اللي ممكن تصيب أحلام الشباب الصغير في مقتل لما حبهم بينهار بسبب أسباب مادية. كتير من الأهالي بتفضل العريس الجاهز حتى لو كان العريس الجاهز دوت مجرد رجل عجوز. سيبك من الأحلام. بسرعة. أنا بحبك صحيح. عارف وبتموت فيا كمان، بس مش وقت انا من نهرب. أنا بحبك، لكن احنا فينا من لكن. أحلمك بكل شيء في حياتي، أحلمك بشبابي ورحمة بابا الغالي إني بحبك، لكن ظروفي كانت ضدي، ما قدرتش أعرف أهلي. يبقى انت اللي هزمتيني. سامحني، ما كانش بإيدي. انت اللي هزمتيني. كده على عيني يا عم، كده على عيني. انت هزمتيني. فهمني، أنا
هتيجي. هفتكرك طول عمري. هو باقي عمري في عمري. يا حبيبي يا حبيبي. انت اللي هزمتيني وانت اللي ضيعتيني ودلوقتي بتبكيني. صدقني كذابة. صدقني بحبك يا حبيبي. وانا بكرهك وبكره سيرتك وبندم اني في يوم كنت عايزك. بكرهك وبكره وشك وبراءتك وحنانك وبكره نفسي اني ما زلت بحبك وبليلك. الطفلة الساذجة العصفورة سرحت عبدة ذليلة. ملعونة الايام اللي عشت فيها، ملعونة الفاظ الحب ومعانيها، ملعونة الدنيا بكل ما فيها. محاولة انتحار عبده السخن بعد فشل قصة حبه طرحت سؤال مهم جدا: هل الإنسان حر في إنهاء حياته؟ واعتقادي إن الإجابة جت بشكل واضح جدا في المسرحية، وهي إن الإنسان برضه هيعتبر مجبر في تلك الحالة، إن هو ما عملش كده غير بعد شعوره بانسداد جميع أبواب الأمل أمامه. وبالتالي فإن المجتمع برضه يعتبر مشارك بشكل أو بآخر في حياة الإنسان اللي ما يقدرش إن هو يتصرف فيها زي ما هو عايز، بدليل إن أهل وحبايب عبده السخن أنقذوه بعد محاولة الانتحار. مسرحية انت حر نشأت نوع من الجواز منتشر قوي في مجتمعنا اللي احنا بنسميه جواز العقل. وانا بنشوف عبده السخن البطل بيدور على عروسة يتجوزها لمجرد تأدية رسالته في الحياة بعد انهيار حبه الأول. وفي اعتقادي إن كان في منتهى الذكاء اختيار فتاة هي نفس حبيبته الأولى، فشوفنا شريهان بتأدي دور الحبيبة وهي اللي بتأدي دور الزوجة اللي اتجوزها مجرد تأدية رسالة. وهنا بقى عايزك تاخد بالك من التفاصيل الصغيرة اللي يتألق فيها المخرج محمد صبحي. هتلاقي الاتنين دول كل واحد فيهم لابس ألوان قاتمة، ألوان داكنة، ألوان كده مش متناسقة مع بعضها، وده بعكس الحالة الأولى اللي احنا شوفنا فيها عبده السخن وحبيبته وهم لابسين ألوان بيكملوا بعض فيها من خلال الأبيض والأحمر. وده يوضح لك الفرق بينها وما بين حالة الحب الأول اللي المشاعر فيها كانت صادقة وفطرية من الطرفين. وبتلاحظ كمان إن النفاق مسيطر على العلاقة بتاعتهم من أول لحظة فيها، لأن الهدف إيه؟ إحنا مش بنحب بعض ولا حاجة، الفكرة كلها إن إحنا عايزين نكون أسرة زي بقية الناس ونقوم بدورنا ورسالتنا في الحياة ونخلف. والتفصيلة دي بقى بتاعت الملابس اللي أنا اتكلمت عليها تبين لك ليه ثنائية محمد صبحي ولينين الرملي كانت مميزة وصعب جدا إنها تتكرر على المسرح. ما تقدرش تقول إن محمد صبحي هو اللي عمل لينين الرملي، ولا تقدر تقول إن لينين الرملي هو اللي عمل محمد صبحي. الاتنين فعلا كانوا بيكملوا بعض، خصوصا إن لينين كان من المؤلفين اللي عندهم حرص كبير جدا على حضور كل البروفات المسرحية عشان يطمن على سير العمل، وده بالتنسيق مع الرؤية الإخراجية الكبيرة لمحمد صبحي. فكرة مهمة بقى من الأفكار اللي جت في المسرحية: نحن مجتمع يعشق صناعة التابوهات. لما شفنا عبده السخن وهو بيتفاجئ من هجوم عم العروس عليه لمجرد إن هو قال إن هو ما بيسمعش الست أم كلثوم. وهنا قصدت المسرحية تبين لك إن الخروج عن رأي الأغلبية بيعتبر جريمة مع كامل الاحترام والتقدير لمسيرة أم كلثوم الفنية، ولكن في رأيي إن الإسقاط جه شامل لينا في كل المجالات مش المجال الفني فقط. لما شفنا القرود في القفص وهي بتتنطط وترقص على إحدى أغاني أم كلثوم، وكأن المجتمع إن هو يا جماعة عايز يسجننا في أفكاره وتقاليده عشان نصبح مجرد مهرجين في المسرحية العبثية اللي إحنا عايشينها. وخلي بالك إن المبدع في أي مجال في النهاية هو بشر زيه زيك، إنسان له ما له وعليه ما عليه. وإذا كنا ما أجمعناش على وجود الخالق، يبقى إزاي أنت عايز تعمل إجماع على إنسان أيا كانت قدرات الإنسان ديت؟ واحدة من الأفكار الهامة اللي كانت في مسرحية انت حر هي إن درجة الحرية بتختلف باختلاف الطبقة. بكل أسف. ليه بقى؟ لأن المجتمع أصلاً منافق وفاسد، وده بنشوفه في وضوح في مشهد العسكري اللي كان بيجسده صلاح عبد الله في الوقت دوت لما بيهاجم الشريكين أثناء تواجدهم في الجنينة. ولكن فجأة بعد ما كان عامل فيها حامي حمى الشرف والفضيلة بيقرر إن هو يحرسهم
ويمنع إن أي حد يقرب منهم بمجرد ما عرف من عبده السخن إن في صلة قرابة بينه وبين الضابط. ومشهد زي ده تلاقيه على طول بيستدعي لذهنك قضايا كتير قوي بنسمع فيها دايما كلام معلب عن سمعة مصر والحفاظ على قيم الأسرة المصرية في الوقت اللي احنا بنطرمخ فيه على ما هو أكبر وأكثر خطورة من ذلك بمراحل. وتقدر تقول كده هوت إن لينين الرملي أدان نفاق المجتمع وحرصه على المظاهر الزايفة أكتر من اهتمامه بالجوهر. كل دوت كان في خلال مشهد التقاء الحبيبين في الجنينة، عشان هنا هوت بنلاقي عبده السخن بيكتشف للأسف الحيوان أكثر حرية من الإنسان فيما يتعلق بحرية إبداء المشاعر في العلن مع شريكه، لأنه ما عندوش حسابات للمجتمع اللي ناطط له في كل حاجة وبيشاركه في حريته، بس هو نفس المجتمع اللي ممكن يغض البصر عن حاجات كتير قبيحة بتحصل فيه زي العنف وافتقاد النظام وغياب النظافة. وده هتلاقي إن عبده السخن قاله بجملة ساخرة في منتهى الخطورة والعبقرية في نفس الوقت: هي الحكومة خلصت المشاكل اللي عندها وفضيت للبوس خلاص. أخيرا يا عزيزة بقينا لوحدينا. سيب المحكمة وحرام! عصب! المرمش! خش على المرمش! خش على المرمش! وادي قاعد يا انت هتقعد. أنا الحكومة وشايفك هتبص اسمه فعل فاضح في الطريق العام. عاملين الشوارع مراحيض ري وتخطيط. لا الحيوانات معلش هي حرة. يا نهارك اسود، الحيوانات حرة وانا مش حر. نيجي بقى لمرحلة جواز عبده السخن، المرحلة اللي احنا قلنا اللي هو جواز العقل. هتلاقي نفسنا ان احنا عايشين في سلسلة من القهر. الطفل في البداية بنقهره بالسلطة الأبوية، وبعد كده بسلطة المدرس في المدرسة. بيكبر بعد كده شوية بيبدأ في ممارسة نفس المنهج مع ارتباطه بشريكة حياته. وهنا بنشوف بقى عبده السخن وهو بيحاول يشكل مراته في قالب، رغم ان هو ظاهريا بيفهمها طول الوقت: يا بنتي انت حرة، انت حرة، اعملي اللي انت عايزاه. ولكن في الواقع هو بيكرر معاها نفس اللي حصل معاه بالظبط في سيناريو حياته. عايز اخليكي بني ادمه يا حيوانه، عايز اخليكي حره يا حره، عايز اعمل لك كرامه يا جربانه. واحدة تانية من الأفكار المهمة قوي في المسرحية إن الإنجاب قرار ومسؤولية، مش مجرد فعل أنت بتعمله زي التكاثر زيك زي بقية الثدييات. وده بقى بنشوفه في مشهد عبثي ولكن في نفس الوقت هو واقعي جدا أثناء شجار الزوجين. العشرة ما بينهم مستحيلة، كل واحد فيهم بيتكلم مع نفسه تماما ومش سامع التاني، ولكن ده ما منعش الزوجة إنها تقول له بمنتهى العفوية: ما نخلف عيل ولا اتنين وبعدها نتطلق، وكأنها مجرد رسالة إن إحنا المطلوب مجرد نأديها وخلاص. مدعية، جشع، يا رزلة، يا رغيضة، يا مملة، يا غتسة، يا لزق، يا مسك، يا دبة، يا قليلة الأدب، يا قليل التربية، أبوك. انت في اكتر منك، كفايه انك تستحملي يا عزيزه. سيبي الولد وولدك، سيبي الولد، سيبي الولد، سيبي الولد. انت حر قدمت مشهد في غاية الأهمية، للأسف هتلاقوا إن هو بيتحذف لما المسرحية بتتعرض في أغلب القنوات، وهو بعد هجرة عبده السخن للخليج زيه زي ملايين المصريين في فترة السبعينات عشان يدور على لقمة عيشه. وهنا بنشوف عبده السخن وهو بيرجع بالزي الخليجي في إشارة واضحة جدا لتأثر المصريين بالثقافة الخليجية نتيجة عملية الهجرة اللي حصلت، واللي تقدر تقول إن آثارها لسه لغاية دلوقتي ممتدة في مجتمعنا. أنت حر طرحت سؤال في غاية الأهمية: هل الموت ممكن فعلا يفقد معناه في المستقبل؟ هل ممكن الموت إن هو يصبح مجرد حدث عابر لا يستحق إن إحنا نقف قدامه ونتأمل فيه؟ السؤال ده شفناه في مشهد عبثي جدا لما عبده السخن كان عمال بيتكلم في مرحلة الشيخوخة عن أصدقائه المتوفيين، وإن كل شوية واحد بيتوفى منهم، لغاية لما بنشوف فعلا واحد منهم بيسقط قدامه متوفي عشان نلاقي عبده بيتكلم بشكل طبيعي جدا كأن مفيش حاجة حصل. نقطة تانية مهمة جدا في المسرحية وهي جمود المشاعر لما القيم المادية بتسيطر على حياة الإنسان في المستقبل. المستقبل هنا هو كان سنة 2015 زي ما اتكلم لينين الرملي في المسرحية، وهنا بقى بنشوف اختفاء مصطلح زي الزواج والأسرة في الجيل بتاع ابن عبده السخن.
ولو بصينا بقى على الواقع الحالي 2024 هنلاقي إن رؤية لينين الرملي ما بعدتش كتير قوي عن الواقع اللي احنا عايشينه في العالم، وما تقدرش تقول إن احنا بنتكلم هنا بقى على مصر تحديدا، لأ، لأن العلاقة التقليدية ما بين الرجل والمرأة الموجودة بالشكل الطبيعي اللي عرفته البشرية دلوقتي ما بقتش هي عليها نفس الضوء في ظل ظهور مصطلحات وأفكار جديدة بتسعى بعض القوى العالمية للأسف لنشرها عشان تخلق عالم جديد مختلف بيهم خلال السنوات الجاية. وده شيء يؤكد ان لينين الرملي دايما عنده رؤية لبعد زمني عالي جدا، ودي هتلاقيها اتكررت برضه في مسرحية الهمجي وهو بيتوقع ظهور الذكاء الاصطناعي في النهاية وسيطرته على الإنسان، وان هو ممكن يكون سبب في دمار البشرية وليس الارتقاء بها. ودلوقتي بقى بنيجي للسؤال الأخطر في مسرحية أنت حر، هل فعلا العمر ممكن يسرقك وتلاقي نفسك ما عملتش أي حاجة في حياتك بعد اقترابك من لحظة النهاية؟ وإجابة السؤال ده بتعتمد أصلاً على مفهوم الحرية عندك، لأنه حتى مع الاعتراف إن المجتمع بيشارك كل واحد فينا للأسف في حريته، لكن الحياة هتبقى هي الشيء الوحيد اللي تقدر تختاره بحريتك من أول لحظة الميلاد لغاية الموت. ولكن خليك دايماً فاكر إن الحر هو اللي اتحرر من شهوته في استعباد الآخرين، وإن هو يفرض رأيه عليهم، وإن هو يحاول يشكلهم، حتى لو وصل الأمر بالشخص اللي دفاعه عن حريات الناس المختلفين معاه فكرياً. كنت في جنازة مجموعة أصحاب. باين علي حد كده يا عزيزة. دفعاتي اتخرجت يا عزيزة. حاطة كلونيا ليه يا عزيزة؟ حاطة كلونيا بتحرجيني يا عزيزة. باي 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 ماي لاف. أشوفك في جهنم. باي باي. يا بلدية الله يرحمها ماتت، كانت لسه قاعدة طول عمرها أنانية. ياما قلت لها أنام مرة وهنام في سريري واحد. طب دلوقتي احنا خلصنا كلام تقريبا على الأفكار اللي موجودة في المسرحية، تعالوا بقى نتكلم على الممثلين اللي فيها، وخلينا نبتدي بمحمد صبحي. محمد صبحي يا جماعة في المسرحية دي بيقدم مشهد موت الشخصية البطل وهو نايم على سريره من ورا قناع وسط ظلام دامس بشكل متقن وواقعي يوصلك كمشاهد لمرحلة الرعب. وبنشوف في اللحظة دي إن شريط حياة البطل بيمر قدامه، ومعاه هتلاقي نفسك أنت كمشاهد عايش معاه اللحظة اللي أنت عارف كويس قوي إنها لازم هتعدي عليك زي ما هتعدي على أي إنسان. ونقطة زي دي في رأيي لو ممثل مش واثق في قدراته وحب يجربها، المسرحية كلها ممكن تقع منه، أو إن الجمهور يعتبر المسرحية دي عمل سوداوي كئيب وينفر منه على الفور. اللي بيحصل فيه هذه الأمراض. أنا هموت. أنا هموت. بس أنا مش عايز أموت. لا مش عايز أموت. أنا هيحصل بيت واحد خاص. أنا تهت. يا ربي طفل الأمر. مين بيناديني؟ أبويا. ده صوت أبويا. أمي كمان هنا. حاضر أنا جاي. ماما الحقيقة يا ماما، عايز ماما. أنا مش حاسس نفسي، بس أنا لسه عايز أعيش. سنة واحدة، شهر بس، طب أسبوع، يوم كمان، يوم مش عارف حاجة، ساعة، عايز أعيش، مش عايز أموت، عايز أعيش. لا ما تخلينيش، عايز أعيش. وبصراحة اللي عمله محمد صبحي مش شيء غريب عليه، لأنه دايماً هتلاقي بيطلع منه طاقة إبداع غير عادية على خشبة المسرح، لدرجة إنه هو دايماً بيعمل حاجات غريبة جداً لا يمكن حد يفكر فيها غيره. زي مثلاً موضوع لبس الأقنعة وإن هو يبدلها بسرعة في مسرحية الجوكر. الموضوع ده على فكرة مجهد جداً على خشبة المسرح، أو إن هو يتعلق في نجفة زي ما عمل في مسرحية المهزوز، أو تلاقيه بيقدم لك سيرك وأكروبات زي ما عمل في البغبغان. ولكن في أنت حر
المغامرة بتاعت القناة دي كانت بصراحة مجنونة وفريدة من نوعها تماما، تسجل باسم محمد صبحي. طيب نتكلم بقى على شريهان البطلة. مبدئيا كده هوت أفاجئك، شريهان كان عمرها 17 سنة في المسرحية دي. ده شيء أنا مش قادر أستوعبه حتى يومنا هذا، لأن بصراحة درجة النضج اللي قدمتها شريهان في أداء شخصية سوسو بكل مراحلها العمرية كانت عالية جدا. اسكت، امبارح كان عندنا ضيوف قاعدين في اوضه مسافرين، ماما كمان كده عندنا مسافرين، اختي كمان كده عندنا مسافرين، واللي في رأيي كان أصعبها مرحلة الشيخوخة، لأنها عملت الأداء دوت من ورا قناع، والموضوع ده مش سهل إطلاقا على أي ممثل، فما بالك بممثلة لسه بتبتدي في بداية كاريرها. يا ولاد يا ولاد تعالوا شوفوا واعتقادي إن شريهان استفادت كتير قوي من تجربتها السابقة قبل كده هوت مع أستاذ الكوميديا فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك، عشان تقدر إنها تقدم لنا هذا الأداء في شخصية سوسو. بدل ما انت قاعده قومي حضري لقمه صح. مفيش اكل. يعني ايه مفيش اكل؟ مفيش لحمه غير 3 ايام في الاسبوع. بلاش لحم. مفيش خضار كويس في السوق. بلاش خضار، سخني الفول اللي جوه. مفيش انبوبه بوتاجاز. يعني ايه؟ هموت من الجوع. مفيش غير معلبات تونه وسلم ونبولوبيت زي بعض. مفيش فتاحه. وفي رأيي إن موهبة شريهان وحضورها العالي هو اللي خلاك كمشاهد ما تحسش إنها نفس الفنانة اللي أدت دور الحب الأول في حياة عبده السخن، وبعد كده هي نفس الفنانة اللي بتأدي دور الزوجة اللي هي بتتجوز معاه مجرد جواز تقليدي. هو كان بيضربك بالشماعه يا عبده؟ لا بالجزمه يا سوسو. أنا مستعد أصلح غلطتي. واعتقد ان شريهان لو كملت مع محمد صبحي بعد ما اشتغلوا بعديها في مسرحية المهزوز كان ممكن يعملوا ثنائية قوية جدا على المسرح رغم فرق العمر اللي ما بينهم. وده يؤكد في رأيي إن شريهان فنانة موهبتها عالية من أول ما بدأت، وإحساسها صادق جدا وهي بتقدم فنها. أنا سوسو بنت الجيران، شباك عبده يبقى قصاد شباكي تمام. أول ما قابله أعمل كأني عمري ما شفته. لا حرام، هيصعب عليا. ده في الأول بس يا عبيطة، أنت لسه أنا. عبده في الجامعة كنت بحلم اقابل فارس احلامي، اتخيل قبله في جو خيالي رومانسي، جنينه، سفينه، اي حته هاديه وشعريه. لكن الحقيقه انا قابلت عبده لاول مره وانا واقفه مستنيه اتوبيس نمره 8. مش لاقي حاجه تعملها وطلع همك في الواد. انا ما اقدرش. ما تقدرش. بتشكي في قدراتي يا عزيزه؟ ايوه يا عبده. انا ما اقدرش اضرب ابني فلازم تكملي. لا ما تقدرش، انا بس اللي اشخط فيه واربيه، انا امه. تعالى هنا يا حمار. هيطلع مهندس ومالكش دعوه بيه. تعالى يا ضناي، تعالى المهم يا رحمن. فاتت سنين وبرضه نفذت اللي في دماغي، قلت هخلف يعني هخلف، انما رجعت ندمت تاني. عشتنا بقت جحيم ومش لاقيين. عماير في مصر عزيزه بيبنوا يا اخويا كتير، مالي بس تاني يوم بسخن. بناخد شقه ب 30,000 جنيه وهو بيتبقى معي قيمه 20,000 جنيه. دول يا دوبك لجدة العيال ومصاريف المدرسه الفرنساوي اللي اتعشى كباب البيت. ادري من عمرك يا عزيزه يا طيبه يا اصيله. ناجي سعد بقى ومحمود القلعاوي، الاسمين دول يا جماعة من الأسامي اللي فعلا ما خدتش حقها الكافي من الاهتمام الإعلامي.
بالرغم إن حجم موهبة كل واحد فيهم كبيرة جدا، إلا إنك تقدر تقول إن هما من العناصر الأساسية يعني لنجاح أعمال كتير قوي، سواء في المسرح أو في الدراما أو في السينما. ممكن كده هو التشبيه الأقرب ليهم إن أنت تعتبرهم زي الملح اللي أنت عمرك ما بتشوفه بعينك وسط الأكل، ولكن هو يعتبر مكون أساسي جدا لضبط المذاق. صلاح عبد الله ومصطفى رزق واحمد ادم يمكن كانت ادوارهم صغيره، بس حضور كل واحد فيهم بصراحه كان لافت. ومسرحيه زي دي في رايي بافكارها المتشعبه صعب تنجح من غير طاقم تمثيل يكون فاهم النص كويس قوي من جوه، مش مجرد مؤدين وخلاص. وفي النهايه مسرحيه انت حر هي انتاج سنه 1981، ولكن النص الرائع اللي كتبه الفيلسوف لينين الرملي اعتقد ان هو خلاه صالح للمشاهده لاي جيل، عشان يثبت لنا لينين بنفسه إن الحر هو اللي بيفضل عايش بفكره حتى لو رحل عنا بجسده، بينما العبد هو اللي أصلا معرفش معنى الحياة مهما كانت سلطته فيها. خلصت كلامي معاكم على مسرحية أنت حر، ولكن الكلام عن السينما والمسرح عمره ما بينتهي. خليكم معانا وإن شاء الله نتقابل في حلقات جديدة.